اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل عيش، بس عيش عبارة عن انه مش هيتعمل في الفرن. دول 3 كيلو دقيق غلة، ومعانا كيلو دقيق زيرو متعدد الاستخدامات من بتاع المحلات، ونص كيلو دقيق ذرة زي ما حضراتكم شايفين، وركنت منه شوية. طبعا انا لقيت الطبق صغير فجبت طبق اكبر عشان اقدر اعجن فيه. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. 4 معالق سكر، معلقة ملح صغيرة، كيس خميرة فورية، وهبدأ اقلب وهفتح في النص كده، وبعدين هنزل بالمية. دي مية ساقعة عادية خالص من الحنفية. طبعا انا هعمل عجينة يابسة شوية، مش طرية ولا بتلزق. العجينة خلصتها ولميتها وبقت تمام. هاخد ربع كوباية زيت هلم بيها العجينة. طبعا هتدي للرغيف طراوة وطعم جميل جدا ولمعة حلوة. طبعا كده انا لميته وخلصت، وبعد كده برضو معلقة زيت وهلمع بيها العيش وهركنه واسيبه يرتاح شوية. انا هسيبه بتاع ربع ساعة، وبعد كده دول شوية الدقيق وشوية رد عليهم وهقلبهم وهركن العجين، وبعد كده هرش الردة والدقيق الذرة اللي انا مقلباهم. طبعا عندك عايزة ترشي على صينية، على الرخامة، على طبلية، زي ما تحبي. هنبدأ نقطع مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. هنقطع كام واحدة مع بعض وبعدين انا هكمل. كده ما شاء الله بعملها زي البقجة. خلصت هغطيهم برضو يرتاحوا لهم 10 دقايق. بعد ما هيرتاحوا 10 دقايق هبدأ من اول قطعة عجين انا قطعتها. طبعا هفضي مكان عشان ابطط مع حضراتكم. ما شاء الله كانت عجينة لينة وجميلة جدا. وهنفرد وهنبطط، وباخدهم احط صينية عليها فوطة او قطعة قماش، وبعد كده هبدأ ارصهم وهبططه كله. وطبعا بين كل طبقة وطبقة من العجين هحط طبقة فوطة زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده دقيق الغلة المنخل التاني، العلامة التانية، عشان كده احنا هنلاقي العجين غامق سنة. طبعا دي حلة الخبيز بتاعت ماما الله يرحمها زي ما حضراتكم شايفين. حلة دي اكلتنا كل حاجة حلوة في الدنيا، رز معمر، عيش، كيكات. بس طبعا كانت بتشغلها على وابور جاز، وكانت ما شاء الله بتدي نتيجة جميلة جدا. زي ما حضراتكم شايفين حطيت الحلة وولعت النار وسبتها تسخن، وهنبدأ ننزل على الصاجة بالعيش زي ما حضراتكم شايفين، وهنشوف السوا مع بعض شكله ايه. الحلة دي جميلة جدا وحلوة قوي. ممكن تسوي فيها رز معمر، كيكة، كل حاجة حلوة احنا سويناها فيها. الله يرحمها ماما اكلتنا كل حاجة حلوة من الحلة دي. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الرغيف انتفخ، وما شاء الله كان جميل جدا. وطعم العيش يكفي ان انتي عاملة حاجة نظيفة في بيتك. ممكن اسويه على طاسة، ممكن اسويه في الفرن زي ما تحبي وزي المتاح عندك، بس انا حبيت استعمل الحلة دي. طبعا صينية وعليها فوطة، وهبدأ احط العيش والرغيف اللي هيطلع هغطيه. هنعمل مع بعض مرة كمان، هنسوي مرة كمان عيش. ما شاء الله طعمه جميل جدا. عينته في الفريزر طبعا وكيسته، واستعملي واسحبي منه زي ما تحبي. هتطلعيه كأنك لسه مسويه دلوقتي اهو. ما شاء الله. شوفي السوا هنا. لو حابه تقلبي الرغيف تقلبيه، حابه تسيبيه زي كده زي ما انت شايفاه كده زي ما تحبي. ما شاء الله الرغيف مستوي من فوق ومن تحت. وهوري لحضراتكم طبعا سخنه انا مش عارفه امسكه. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الرغيف مستوي من فوق ومن تحت وزي الفل. هنقدمه مع بعض. اعملي حاجة نظيفة في بيتك، ولادك هياكلوها يحبوها، وكفاية ان ريحة البيت خبيز وعجين. ما شاء الله املي بيتك خير. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.